السلام عليكم. برجاء الاشتراك في القناة ودعم هذا الفيديو لنستمر بالمزيد إن شاء الله. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول الأطباء إن فتحة الحنجرة قد قدرت تقديرا دقيقا جدا، حيث لو اتسعت قليلا جدا أكثر مما هي عليه الآن لاختفى صوت الإنسان، ولو ضاقت قليلا أكثر مما هي عليه لأصبح التنفس عسيرا. فإما أن يكون التنفس مريحا ويختفي الصوت، أو أن يكون الصوت واضحا ويصعب التنفس. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه. ولو أن الرؤية زادت عن حدها الذي هي عليه لأصبحت حياتنا جحيما. فلو نظرت إلى كأس الماء الذي تشربه الآن تراه صافيا عذبا فراتا رائقا، فلو زادت حدة البصر قليلا ودققت أكثر مما هي عليه لرأيت في هذا الكأس العجب العجاب. فلرأيت الكائنات الحية والجراثيم غير الضارة بعدد لا يحصى ولا يعد، وقتها لن تشرب الماء. أما لو قوة السمع ارتفع مستواها قليلا لما أمكنك أن تنام الليل، لأن الأصوات كلها ستتلقفها، بل إن أصوات جهاز الهضم في معدتك تكاد تكون كالمعمل الكبير. فماذا لو أن حاسة اللمس زادت؟ وقتها لشعرت بالكهرباء الساكنة والتي قد تحول حياتك جحيما لا يطاق. لكن الله سبحانه وتعالى شق لنا السمع وأنشأ الأبصار والأفئدة وخلق الحواس خلقا دقيقا. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول الأطباء إن فتحة الحنجرة قد قدرت تقديرا دقيقا جدا،